كل واحد من الناس لديه حكايه يحكيها في برنامجنا احكي حكايتك لايف. جوا منك حلم ممكن يبقى مش باين قوي، وانت تايه بين حاجات وعايشها بدماغ فهلاوي، عايش بتلعن في الظروف مع ناس هدفها تكون كده، ناس قصدها تبقى موقفاك، مش عايزة تبقى في يوم قوي. شوف واقرا في كتاب التاريخ، عمرك ما كنت في يوم غبي، ده انت اللي علمت البشر. شوف عاش في أرضك كام نبي، في ناس بتكره لو تفكر، نفسهم فكرك يقف، عقدة خواجة بيخلقوها وبيبهروك بالأجنبي. الحكاية مش بلون وشكل وهدوء، الحكاية انك قوي رغم الهموم، طلع البطل اللي جواك، يلا قوم انت تقدر تظبط الأحوال دي. اهلا بيكم معانا. طبعا النهارده بقى انا وعدتكم ان احنا نازلين الشارع وهنسجل لايف مع الناس في قلب الشارع، الناس الجميله، الناس الشقيانه، الناس التعبانه. معانا الست رضا عيد. الست رضا عيد ست مكافحه، ست جميله، بتعمل شغلانه جامده جدا، ممكن رجاله كتير قوي ما يقدروش ان هم يعملوها. نسمع حكايه الست رضا معانا النهارده، حابين ان احنا نسمع الحكايه بتاعتها. اتفضلي يا رضا كده، ايه نسمع الحكايه بتاعتك. قولي لنا بقى اسمك كده بالكامل، يعني اسمك اللي مشهوره بيه. يعني اسمي رضا عيد، ام وليد او ام سيد الحاوي. انا حكايتي احنا عايزين نسمع حكايتك، ولو الحلو في حكايتك والوحش والحاجات الوحشه اللي مريتي بيها بامر الله، لان احنا حكاياتنا فيها الحلو وفيها الوحش اللي يوجع، أكيد. وفيها المعجزات اللي جاتلك من عند ربنا اكيد. والشغلانه اللي انت بتشتغليها دي، وهنعرف الناس دلوقتي انت بتشتغلي ايه، ازاي اتعلمتيها، وكان سنك كام سنه، وتعلمتيها من مين؟ اتفضلي. انا اول حكايتي ان انا اتجوزت اول بختي ابو وليد وتوفى، كان معايا منه عيلين، وليد ومحمد. محمد عند الله معه، وربنا يحمي وليد ابني ويخليه، ربنا يرحمه. فجيت طبعا وليد ابني اتجوزت حد تاني، خلفت منه سيد ومنى. فطبعا انا حكايتي ربك واحده اللي يعلم بيها. انا اول ما بدات الشغلانه دي حضرتك كنت طبعا لما ابو وليد توفى اللي هو اول بختي، فطبعا انا كان معايا وليد وكان معايا محمد، فطبعا انا كنت عايزه بقى اشتغل واكرم من معين ربنا، فتعلمت الشغلانه دي. اخواتي كانوا بيشتغلوها الصبيان، فانا اتعلمت الشغلانه دي منهم، وبدات ان انا انزل واشتغل على عيالي وكده. فجاء ربنا كرمني اتجوزت، فطبعا جبت سيد ومنى من راجل تاني، يعني هو بيعمل اللي عليه وربه برضه، يعني الدنيا صعبه، ربنا بيرزق. الدنيا صعبه. فطبعا اتعلمتها بقى وفضلت اشتغلها وكده. فطبعا وليد ابني اللي هو الكبير فقال لي يا امي انا عايزه اخليكي تبطلي الشغلانه ده عشان انت كبرتي مش عارفه اعمل ايه. طبعا هو صوته يعني حلو بيغني يعني، فحوش 6000 جنيه وراح عامل اغنيه اللي هي اسمها وليد الحاوي صدمه في صدمه. بس بقى مش عارفه ايه اللي حصل، هو عنده الموهبه دي، هو عملها. ايوه. عملها. بس هو بقى ما اعرفش ايه اللي حصل، فظروفه يعني تعبان مخنوق مني، ما فيش قبول ولا مش عارف، ما فيش حاجه اصلا بتكبر بسرعه، لازم يتعب شويه وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمه. كله على الله. قولي لنا بداتي شغلانتك دي وانت عندك كام سنه؟ كان عندي حضرتك زي 25 سنه 26 سنه. يعني ما كنتيش صغيره قوي لما بداتيها. كنت متجوزه وخلفت. لكن الظروف هي اللي خلتك ان انت تشتغليها. عشان انا ما اخترتهاش يعني بمزاجك. معايا ايتام وكنت عايزه اشتغلها. ليه بقى؟ عشان انا بشتغلها بالليل. بالنهار ببقى تبقي خلي بالك من ولادك. برافو عليكي يا رضا. هو ده اللي انا. طيب انت ما خفتيش من الشغلانه دي؟ انا بطلع من بيتي بقول اتكلت واعتمدت عليك يا رب ونعم بالله. يا رب افرج عليا وارزقني برزق عليا عيالي واسترها عليا، رميت حمولي عليك يا كريم.
لا انا مثلا كست يا رضا صعب قوي ان انا احط ده اللي انت بتستعمليه ايه؟ جاز. ده جاز. انا صعب اصلا يعني معلش وزي كتير قوي ان انا اشم حتى ريحته. انت بتحطيه ببقك، انت بتحطيه في بقك وبتولعي بيه النار وانت عادي مش خايفه ما شاء الله عليكي وربنا يحميكي. موضوع جالك ازاي كده في الاول وليه الجراءه اللي زياده عن اللزوم دي؟ لا والله العظيم هي ما جراءه، هي يعني مش مساله جراءه، والله هي مساله ان انا اخواتي الصغيرين كانوا بيشتغلوها. الموالد خدتيها وراثه في الموالد وبينطوا من حاجه كده بنار برضو زمان. ايوه. فطبعا انا ظروفي بقى ما فيش وعايزه اشتغل وعايزه اخلي بالي من عيالي، وهي دي الشغلانه اللي انا هعرف ايه طول النهار بقى مع عيالي لان كانوا صغيرين. ايوه. وبالليل اطلع الوقت اللي هم بقى خلاص اتعشوا وهيناموا فيه، انا بمشي من بيتي بعد العشاء الوقت الله يقويكي يناموا فيه اطلع انا اتوكل على الله لحد مثلا الساعه 12 واحدة ونص واروح مروحه كده. فاشتغلتها بقى وتوكلت على الله واشتغلتها. جوزتي حد من ولادك؟ جوزت عيل بس حظه في الدنيا الحمد لله. الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا حلو. نفسك في ايه يا رضا؟ بأمانة من غير دموع. نفسي أغنية ابني تنجح ويفرح. نفسك الأغنية بتاعت ابنك تنجح ويفرح. بس كل ده اللي نفسك فيه من الدنيا؟ لما بتكلمي ربنا كده من غير دموع يا رضا الله يبارك لك، لما بتكلمي ربنا كده وبتكوني عايزة تتكلمي كده مع ربنا بتقولي له ايه؟ بقول له يا رب انت سترك عليهم احسن من اي حد، ما تحبهمش لحد يا رب الا ليك انت. يعني بتدعي لاولادك؟ اكيد. ده القطه بتاخد عيالها بتخاف على اولادها صح؟ اكيد. حبيبتي يا رضا انا فخوره بيكي اصلا ومبسوطه بيكي ورحت جيت واتفرج عليكي وشايفاكي وعايزه نوري للناس بقى انت بتعملي ايه بالظبط. بامر الله. طيب يلا تعالي نوري للناس كده بتعملي ايه معانا. ماشي. استاذنك يا اخويا بعد اذنك 5 استاذنك بس توسعوا لي اشكر اياه العمري سمعني صلاه النبي. لا بتحموني عليك يا كريم، قصدتك يا كريم ما قصدت ولا راجل بخيل. ان شاء الله باذن الله هكونها نار هطفيها نار لما اكل عيالي لقمه حلال. انظر بعينك وارحم بقلبك يا ابن ادم. من قال يا ربي غلب، من قال يا عبدي ندم. صورتني العمري سمعنا صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من قال يا ربي غلب، من قال يا عبدي ندم. جميلة يا رضا، جميلة يا رضا والله يقويكي والله يساعدك والله يديك الصحة على الشغلانة الجامدة دي اللي انت اخترتيها. تقولي ايه للرجالة اللي قاعدة في البيوت وحاطة ايديها على خدها؟ اقول الله يعينكم ويشيل عنكم والحياة تعاون، انو خير وتفائل خير وربك موجود. في رجالة كتير ما بتشتغلش يا رضا وما بتحاولش انها تدور حتى على شغل، وفي ستات كتير مفترية، تحبي تقولي لهم ايه؟ والله يا حضرتك اللي انا اقدر اقول وربنا سبحانه انا مش هصلح حكم ربك سبحانه وتعالى. مش هنصلح، لا احنا مش هنصلح، بس انت كده
حاجه حلوه. اتفضلي انت كده، حاجه حلوه لكل الستات ولكل الرجاله. يعني انت مثال حلو للرجاله وللستات اللي هي بتقول لك لا احنا مش لاقيين شغل، بتتكسف تمشي كمندوبه في الشارع، مندوب في الشارع، الكلام ده كله. انت بتقولي لهم ايه؟ بتقولي لهم الشغل والحلال طعمه حلو ولا يقعدوا في البيت؟ لا طبعا، طالما قرش حلال زيه زي العباده بالظبط، الصلاه قرش، بس اهم شيء يكون حلال، يكون حلال وربنا راضي عليه. باي حاجه بقى بتجيبه حلال، تمد ايدك بتبيع اهم حاجه حلال، ينزل معدتك ومعده عيالك حلال، وربك بقى ستار على عبيده، يستر ونعم بالله وعلى عيالكم ويقويكم ويشيل عنهم. انت اصلا بلدك ايه يا رضا؟ الفيوم. الفيوم، الناس الطيبه، ربنا يكرمك، اجدع ناس يا رضا. متشكره ليكي، وان شاء الله حكايتك توصل للدنيا كلها بامر الله. واي حد عايز يتواصل معاكي يا رضا انا هديله رقمك، بامر الله، عشان في ناس حلوه كتير تحب تشوف نوعيات كده وناس زي رضا. ربنا يديك الصحه يا رب. اللهم المستعان ان شاء الله. العظيم انا عملت لقاء زي ده قبل كده، وناس قالت لي جالك جماهير كتير يعني ومعجبين كتير. اكيد، بس اقسمت لك بالله العلي العظيم حالي هو حالي وما حد سأل اللي عني. بيصلح الحال ربنا يا رضا، مش العباد. لا يعني ربنا يصلح لك حالك. نكتة بنقابل ظروف من غيرها كنا هنتعسر، والطيبة فينا مقصرة وعادات لا يمكن تتكسر، بيحاولوا دايما يقتلوا الحاجة اللي تميزك. شوف كام سنة من الاحتلال وانت اللي طبع